على اشرف المرسلين. كنشكروا هذه المنابر الاعلاميه على هذه الندوه الصحفيه اللي ساندونا فيها، وهما راهم ابناء الاقليم، والغيره ديالهم على الاقليم انهم دخلوا في مواقف بناءه اللي غتهم المواطنين ديال الاقليم الجديده. وحنا رحنا بصفتنا كرئيس الجماعه ديال سيدي علي ومستشار ديال الغرفه الفلاحيه ديال جهه الدار البيضاء السطات، دافعنا على هذا المعرض وجبناه الاقليم الجديده اللي غيدار واحد قيمه مضافه لتبادل الافكار وتبادل الخبرات ديال الفلاحين باش يعرفوا الاليات الجديده باش اللي عصرنات منتوجهم، وتبادل الافكار باش يواكبوا القطاع ديال التربيه ديال المواشي ديالهم ويطوروه ويزاد الانتاج وتقل التكلفه اللي كان كيكلفها القطيع ديالهم والماشيه ديالهم، وباش تولي الحصيله ان شاء الله في المنتوج ديالهم في احسن الظروف. وهنا وبالمعرض ستقام هناك ندوات فكريه حول تربيه الماشيه وحول ندره المياه والاليات الجديده لحل هذه المعضله ديال ندره المياه. وغادي تكون هناك تسويق للدعم ديال الجيل الاخضر ديال وزاره الفلاحه، اللي الدعم ديال الفلاح باش تخفف عليه العبء من المصاريف ديالو. وهناك غتكون اطر ديال وزاره الفلاحه اللي غادا توضح للراي العام والجسم الصحفي باش يوصلوا للمواطنين انه هناك كاين دعم ديال وزاره الفلاحه اللي كتقدم للفلاحه، وان هناك حلول ان شاء الله ستكون ناجعه لتخفيف العبء على الفلاح ديال المنطقه ديال دكاله.